يا معلم، انت عليك عقوبة تأديبية علشان انت عملت ده مع مجموعة من اللعيبة، اخليت عقدك بيهم، فالفيفا مطلع القرار على ده. انت رايح بتشتكي على الفلوس. الفيفا ما بيكلمكش في فلوس، بيكلمك ان انت عندك حزمة من اللعيبة عملت معاهم الكلام ده، فانت من الاخر عند الفيفا سوابق. يا مساء الفل. فيديو جديد. يمكن اليومين دول الدنيا مشتعلة شوية، في أحداث كتيرة في نادي الزمالك، في ناس بتنفي، في ناس بتأكد، في ناس لسه متخبطة شوية، لكن اللي بيجمع الخطوط دي كلها ببعض حاجة اسمها الاتهامات. طيب عشان أوضح أنا بتكلم في إيه، في الأيام اللي فاتت ظهرت شوية حاجات كده وطلع علينا سوشيال ميديا الزمالك بقصة إيطاليا وإيران، وإن إيطاليا رفضت إن هي تدخل مكان إيران. ابتدوا يتهموا النادي الأهلي، أنت إزاي عايز تشارك مكان الزمالك في أفريقيا، وشوف إيطاليا عملت إيه ورفضت ان هي تروح مكان ايران. في ناس طلعت وضحت وحللت الموضوع، وبعد كده تلاقي ان ظهر ايقاف قيد تأديبي على نادي الزمالك، فيطلع شخص اهلاوي محترم يتكلم في الموضوع فيواجهوه بالشتيمه وبالانكار وبالتطاول. فهتلاقي دايما اسم النادي الاهلي وسوشيال ميديا النادي الاهلي وكوادر النادي الاهلي والناس المحبة أو بتقدم حاجة للنادي الأهلي دايما اسمها محشور في أي حاجة، ولما تيجي ترد أو توضح يا بتتشتم يا بيتقال عليك لجنه يا بيبتدوا ياخدوا في ذمتك. فده هيكون موضوع فيديو النهارده، والفيديو هيبقى عباره عن جزئين او 3 اجزاء، فممكن يطول مني شويه علشان انا هرجع شويه يومين 3 ورا، تشوف ايه اللي حصل في موضوع ايطاليا وايران والاتهامات اللي طالت النادي الاهلي، وليه النادي الاهلي دايما متهم، وليه النادي الاهلي دايما محطوط في خانه ان هو الشرير اللي في القصه. ونرد شويه عن باشمهندس عامر العمايره، الراجل المحترم اللي غالبا في جزء هيبقى فيه في الفيديو ليه لوحده، لان باشمهندس عامر من الناس اللي انا شفتها على السوشيال ميديا النادي الاهلي ولا بتحتك بحد ولا بتعمل مشاكل مع حد ولا بتدخل في نكش. هو شخص مهتم بحته اللوائح وشاطر فيها وبيتكلم فيها بمنتهى المصداقيه، حتى لو ضد النادي الاهلي ما بيبررش، ما بيشوفش مثلا ان النادي الاهلي ممكن يحصل له مشكله ما في قضيه ما فما يقول لك لا انا مش هقولها، لا بيحكي وبيتكلم وبيطلع يوضح لنا. فهيكون له جزء او حته كده من الفيديو هنتكلم فيها يعني، وفي اخر الفيديو كده هقول رأيي في حتة حسين الشحات واللي حصل اليومين اللي فاتوا، وان هو يجدد ولا لأ. يعني سامحوني لو الفيديو طول مني شوية، وهحاول ان انا اختصر الكلام على قد ما اقدر عشان بس نوصل بالمفيد من الفيديو يعني. طيب تبدأ القصة من يومين 3 كده لما طلع علينا الزملكاوية والسوشيال ميديا نادي الزمالك بقصة كده غريبة، ان ايطاليا رفضت ان هي تشارك مكان ايران في كأس العالم، وان مسؤولين في ايطاليا وحتى المسؤولين عن الرياضة في ايطاليا رفضوا تماما ان هم يخشوا مكان ايران في كأس العالم. ابتدوا يلمحوا ان النادي الاهلي بيحاول يشارك في افريقيا مكان نادي الزمالك، وابتدينا نسمع شويه مصطلحات زي الاستحقاقيه او الجداره الرياضيه، وابتدوا يتكلموا عن قصه ان النادي الاهلي بيحاول يصدر ازمات تاني لنادي الزمالك، واساسا النادي الاهلي مش طرف في القصه دي. ايه اللي حصل في قصه ايران وايطاليا؟ القصه بدات من عند المبعوث الامريكي بابلو زامبولي، أو يعني يا رب اكون بنطق اصلا اسمه صح، وده المبعوث الخاص بالولايات المتحده في الشراكات العالميه. يعني رجل سياسي واقتصادي ورجل اعمال، وهو ايطالي امريكي، وكان مقترحه ان يتم استبدال منتخب ايران بمنتخب ايطاليا، يعني على اساس ان هو ايطالي فعايز يشوف بلده مشاركه في كاس العالم. ده التوضيح اللي اتقال يعني، وان ايطاليا دي بطله كاس العالم 4 مرات فلازم تشارك. فطبعا يوم مع التاني الموضوع ابتدى يقابل بالرفض، اذا كان على المستوى السياسي او حتى على المستوى الرياضي. ابتدت الناس في ايطاليا ترفض الموضوع، وهسيب لكم كده سكرينه من اي اس بي ان وانا بتكلم فيها شرح الموضوع شويه. طبعا كان رد الايطاليين ان هم رفضوا الموضوع جدا، وهتلاقي في السكرينه دي حتى مذكور كده نصا ان امكانيه اعاده تاهل ايطاليا لكاس العالم 2026 اولا غير ممكن وثانيا غير مناسب. ده كان كلام وزير الرياضه اندريا بودي لسكاي نيوز، اللي قال لا اعرف ما الذي ياتي اولا، التاهل على ارض الملعب، فيما معناه ان انا لو عايز اشارك المفروض ان انا كنت اتاهل من ارضيه الملعب. ورفض كمان رئيس اللجنه الاولمبيه الايطاليه اللي بتشرف على جميع الرياضات في ايطاليا فكره ان هم يحلوا محل ايران، وقال كده ان هو يشعر بالاهانه ويجب ان تستحق الذهاب الى كاس العالم. ووصف وزير الماليه الايطالي الفكره بانها مغزيه. طبعا بعد الهجوم الشديد على الفكره دي مش بس من ايطاليا، ان انت لو حتى دورت شويه هتلاقي ان في ناس كتيره جدا رفضت اصلا طرح الفكره. طلع باولو ووضح وقال ان انا طلبي ده ما كانش طلب سياسي، ده كان طلب في حاله ان ايران كان صعب عليها ان هي تروح لكاس العالم والكلام ده. طبعا الرفض ده ما كانش بسبب الكلام اللي بيقولوه الزملكاويه ان هم لا ايطاليا شايفه ان الجداره والاستحقاق لايران ان هي تشارك، وان احنا
مش من حقنا وندخل والكلام ده، ومقارنه الموقف ده اصلا بموقف الاهلي. لكن هتلاقي ان اصلا الرفض بسبب حاجتين. الاولى وضحها باشمهندس عامر العمايره لخالد الغندور في بوست، وقال كده نصا: كابتن خالد، لو قريت لائحه كاس العالم هتعرف ان كل اتحاد قاري له عدد مقاعد محدد، وفي حاله استبعاده بيحل محله من نفس الاتحاد القاري. وثانيا خير، مش كل حاجه زي الفل في موضوع تسويه قضايا الرخصه، ولا في حاجه عايز توصلها لمتابعينك؟ دي كانت النقطه الاولى، ان اصلا طبقا للائحه ما ينفعش ان يشارك منتخب مكان منتخب تاني الا من نفس القاره. يعني لو في حاله اصلا استبعاد ايران كان هيدخل مكانها منتخب من نفس القاره. طيب النقطه الثانيه وهي الاستحقاقيه او الجداره الرياضيه زي ما هم بيقولوا. باختصار كده، ايران ما عندهاش اي مشكله في ان هي تشارك في كاس العالم، ومفيش اي حاجه تمنعها، ومفيش اي حاجه اصلا رسميه طلعت بان ايران مش هتشارك في كاس العالم. فطبعا كان واضح ان الموضوع سياسي بحت. امريكا مش عايزه ايران تروح لكاس العالم، وبيحاولوا ان هم يشوفوا اي بديل لايران جوه كاس العالم. طيب من مبدا الجداره والاستحقاقيه، هل ايران ما تستحقش ان هي تروح كاس العالم؟ منتخب صعد من قلب الملعب، مفيش اي عراقيل لسفره، مفيش اي عقوبات عليه، فمن حقه ان هو يشارك. ده بقى اللي كان مخلي الايطاليين حاسين ان الموضوع مخزي ومهين ليهم، ان انت عايز تشيل منتخب يستحق ان هو يشارك وتحط ايطاليا مكانها، وده في حد ذاته اصلا اهانه لايطاليا. ولو جيت تقارن الموضوع اصلا بالنادي الاهلي هتلاقي الموضوع بعيد جدا. لما تيجي تشوف الموقف اللي فيه نادي الزمالك، هل هو هيقدر يطلع الرخصه بسبب ان في مشاكل حوالين نادي الزمالك، ايقافات قيد بقى، لاعبين ليهم فلوس، الكلام ده كله، ده ممكن يمنعك من ان انت تطلع الرخصه. ساعتها النادي الاهلي هيشارك مكانك. ايه المشكله في كده؟ وايه اللي دخل النادي الاهلي اصلا في الحسبه دي؟ النادي الاهلي موجود هيلعب في الكونفدراليه. نادي الزمالك لو قدر يطلع الرخصه هيشارك في دوري الابطال، لو ما قدرش هيتم استبعاده هيخش مكانه النادي الاهلي. هي دي اللوائح والقوانين اللي انت كنت بتطالب بتطبيقها. ما تجيش دلوقتي تقول لي لا انا عايز اغيرها، اصل انا عندي ازمات، اصل انا عندي مشاكل، اصل انا. دي مش مشكله النادي الاهلي. وللعلم ان نفس كابتن خالد الغندور اللي طلع اصلا بالقصه دي، او كان من اوائل الناس اللي طلعوا بالقصه دي، هو نفس كابتن خالد الغندور اللي سوح الزملكاويه لفتره طويله في قصه نادي القرن ووكاله الاهرام. وبعد كده لما جه في وكاله الاهرام اتكلم فيها بمصداقيه شويه، قال لك ده وكاله الاهرام اصلا كسبت من ورا النادي الاهلي مش العكس. عشان تعرفوا بس ان وكاله الاهرام للاعلان ضحكت على النادي الاهلي. اي وكاله اعلانيه بيبقى الربح بتاعها من 10 ل 20%، من 10 ل 20%. يعني انا مثلا باخد 76 مليون جنيه، بدفع للاهلي 76 مليون جنيه، اكسب فوقيهم 20% مثلا، يعني بنتكلم مثلا 15 كمان مليون، يبقى كده وكاله اعلانيه 100. لكن السنه اللي فاتت يعني بعد نهايه الموسم كسبوا وكاله الاهرام الاعلان كسب من ورا النادي الاهلي 139 مليون جنيه، نخصمهم من ال 76 ونخصم كمان ان في فلوس اتخصمت من النادي الاهلي من ال 76 نفسهم. ما اعرفش مين ما لبس، ما اعرفش مين ما لبس الاعلان، ما اعرفش مين عمل في خسر 3 4 مليون، يعني كسبوا الضعف 70 مليون جنيه، يعني كسبوا 100%. وكاله اعلانيه بتكسب من ورا النادي الاهلي 100%. ساعتها انا اصلا كتبت بوست وشرحت فيه الموضوع كده برضه بسرعه، لانه اصلا الموضوع مش مهم. وقلت حتى في البوست ده ان باختصار هي دي عاده الزملكاويه، بيحاولوا دايما يسبقوا الاحداث عشان لو حاجه حصلت يبقى في شماعه ويبانوا ان هم مظلومين، ودايما عايز تحط النادي الاهلي في الحسبه دي عشان لو ادارتك ما عرفتش تطلع الرخصه يبقى في مبرر. وده اللي حصل فعلا، ان بعديها بيومين نسمع ان في قرار تاديبي على نادي الزمالك بوقف القيد لمده فترتين، ونلاقي بوست الباشمهندس عامر العمايره بيتكلم فيه ان في ايقاف قيد تاديبي على نادي الزمالك بسبب قضيه المغربي صلاح مصدق. وهنا تلاقي سوشيال ميديا تما بتاعت الزمالك اتحولت وهتك يهجوم على عامر العمايره بتجريح بقى وبشتيمه وباهانه وبتريقه. شخص محترم زي باشمهندس عامر اصلا ما بيردش، واللي بيسيء ليه ما بيتكلمش معاه. الراجل بتاع لوايح وبيطلع يتكلم فيها، وده رايه من منظوره هو طبقا للوائح اللي هو بيوضحها. حتى لما بيجي يقول رايه، يعني الراجل لما بيجي يشرح حاجه بيجي يقول لك ده في اللائحه رقم كذا، في النص كذا بيقول كذا. ده غير ان باشمهندس عامر اصلا شخصيه محترمه جدا، هاديه جدا في اسلوبها. فليه التطاول المبالغ فيه اللي احنا شفناه من سوشيال ميديا الزمالك ده؟ مختلف معاه او شايف ان هو غلط، اطلع وضح واشرح للناس، قول لهم هو غلط في كذا والماده كذا بتقول كذا. فطبعا بدات سوشيال ميديا الزمالك في هجوم شرس على كل سوشيال ميديا النادي الاهلي، ووصفهم باللجان والممولين، وبوستات تنزل عليه
علينا ويقول لك اصل اللي بيقول كذا ده ممول وده لجنه وعملها جيم جيم، وان مفيش حاجه اصلا اسمها ايقاف قيد. وهتلاقيني وانا بتكلم معاك كده بعرض شويه سكرينات في الفتره الاولى من اول ما طلع القرار وهم بيحاولوا ينفوا الموضوع بشكل او باخر، فيطلع علينا ابلكيشن زملكاوي وينفي الموضوع تماما. طبعا كل سوشيال ميديا الزمالك تاخد النفي ده وتمشي وراه، ويبداوا يهاجموا اي حد بيقول عكس كلامهم. ومع مرور الوقت بقى يبتدي الناس تفهم الموقف، ويبدا الناس يتكلموا في الموضوع ان في قرار تأديبي، وتبدا المبررات تطلع، اصل ممكن يبقى فيه طعن، اصل ممكن يبقى فيه استئناف. بس السؤال المهم اللي انا سالته لنفسي اصلا اول ما سمعت الخبر ده، هو طالما في قرار تأديبي وابلكيشن زملكاوي نفى ان في ايقاف قيد، طيب اللي طلع قال ان احنا طعنا، انت طعنت على ايه؟ ما هو انت طالع بتبرر بتقول ان مفيش اصلا ايقاف قيد تأديبي، ولو طعنت فانت طعنت على ايه؟ ولو انت مش عارف اصلا ان في ايقاف قيد تأديبي يبقى ازاي طعنت؟ شويه وقالوا ان المترجم ترجم الجواب اصلا غلط. بس مع الوقت ابتدى في ناس تفوق من الموضوع ده وابتدت تشرح الموضوع صح للناس. طيب انت طالما مش عارف الموضوع بشكل كامل طالع بتهاجم الناس ليه وبتشتمهم؟ وفي الاخر انت مش هتعتذر. في حته اللجان دي معلش سامحوني لو هاخد فيها دقيقتين ثلاثه كده اتكلم فيهم. فكره ان لما تيجي تناقش اي حد زملكاوي او تقول اي حاجه عليه يفضل يتهمك بان انت لجنه وان انت مدفوع لك وان انت جيم جيم وان انت تبع جمال جبر وان انت تبع مش عارف ايه، الموضوع ده بشكل او باخر بدا ياثر علينا احنا حتى في نقاشاتنا. يا جماعه مش اي واحد مختلف معاك يبقى لجنه، مش اي واحد بيقول راي مخالف ليك يبقى لجنه، مش اي واحد بيدافع عن الاداره يبقى لجنه. حتى لو انا وانت شايفين ان الاداره ذات نفسها عامله كوارث فمش بالشرط ان اللي يبقى بيدافع عنها ده لجنه. وسوشيال ميديا الزمالك بتستخدم الكلمه دي ضدنا كتير جدا. فنصيحة تاخد بيها براحتك ما تاخدش براحتك، بلاش اتهام وانت ما عندكش دليل بالموضوع. انت كده بتتهم شخص في ذمته، وارد ان يكون اللي بيدافع عن حاجة معينة ده او ضد رأيك في حاجة معينة ده دي قناعته اصلا. وفي الاول او في الاخر دي كورة، احنا بنتناقش في آراء، كل واحد ليه رأيه، كل واحد ليه وجهة نظره، كل واحد ليه طريقته. فحاولوا يعني على قد ما تقدروا ما تستخدموش الكلمه دي كتير، لان هم اصلا بيستخدموها ضدنا عشان يوقعونا في بعض. طيب نرجع لمرجوعنا بقى. طبعا بعد ما الموضوع ابتدى يتكشف ابتدى الناس على السوشيال ميديا ترجع تاني تشرح الموضوع صح وتقول ده في قرار تأديبي وعشان نحاول نعمل كذا. طبعا اولهم القواضي اللي شغاله دلوقتي دي لازم تخلصها قبل اصلا ما تطعن او تستأنف على ايقاف القيد ده. فابتدت الناس تتكلم وتشرح وتقول هل بقى كان في واحد فيهم عنده الشجاعه ان هو يطلع يعتذر للباشمهندس عامر العمايره؟ ما حصلش ومش هيحصل، والناس اللي غلطت فيه مش هتعتذر. طيب انت نادي عند الفيفا نادي سيء السمعه وعليك ايقافات قيد، وبسبب تراكم ايقافات القيد ده مع قضيه مصدق اتعمل عليك قرار تأديبي بايقاف قيد لمده فترتين. هل النادي الاهلي طرف برضه في الموضوع ده؟ ده حتى ميدو مع شوبير وصف الناس اللي هاجمت عامر العمايره بان هم الجان، وقال لك كده بالنص ان الناس دي بتقبض من نادي الزمالك او من الانديه عموما. هو حاول يعممها عشان ما حدش يهاجمه. طب نرجع بقى للربط اصلا اللي انا بتكلم فيه، ان انت جبت لي موضوع ايران وايطاليا وقارنته بموقف الاهلي والزمالك. انت كنادي زمالك عليك ايقاف قيد لانك نادي سيء السمعه، فوارد ان انت ما تعرفش تاخد الرخصه، يبقى انت ما تستحقش ان انت تروح لدوري الابطال. ايه علاقه النادي الاهلي بالموضوع ده؟ غير المبررات والكلام الكتير في الفتره اللي فاتت ان نادي الزمالك ما بيصرفش، نادي الزمالك معهوش فلوس، نادي الزمالك مديون، احنا كسبنا الدوري الاعجازي والاهلي بيصرف مليارات. طب ما انت كمان بتصرف مليارات. لما سانتي يطلع في لايف يقول ان ممدوح عباس على مدار 3 سنين اداك مليار جنيه، فانت صرفت مليارات اهو. مش مشكلتي ان انت بتصرف غلط، لدرجه ان اللي محسوبين علينا كاعلاميين زي طارق السيد وابو العلا واحد منهم طلع بيقول لك طلع علينا هبده، والتاني بيقول لك شغل الجان، وتاني يوم غيروا رايهم لان كالعاده هم كانوا فاكرين ان الموضوع هيتدارى وان الموضوع هيبقى زي السنين اللي فاتت وان في ايقافات قيد هتتخبى في الدرج لحد ما تعرف تأيد وتخلص ورقك. بس حظهم للاسف ان الموضوع ده اتكشف، وما اتكشفش مثلا في ايقاف قيد عادي ممكن يتدارى او ممكن يتحل، اتكشف في قرار تأديبي. طبعا بعد ما حاولوا ان هم يبرروا ويبروزوا الموضوع ان هو لا ده ايقاف قيد عادي وهنحلها ومش هنحلها، لقوا ان اصلا مفيش مفر، فبداوا يغيروا كلامهم ويهاجموا الاداره بتاعتهم. سيناريو كل قصه زملكاويه من ساعه ما ابتدينا المناقشات معاهم، كل مره بتجيب اسم الاهلي وتقعد تتكلم عن النادي الاهلي ان هو السبب في مشاكلك، ولما تيجي نقعد نسرد الموضوع تلاقي ان اصلا النادي الاهلي مش طرف فيه. بس الحمد لله يعني ربنا نصف باشمهندس عامر وحتى حقه رجع، يعني لو هنقول ادبيا كده ان الاعلام اتكلم عليه بشكل كويس واداله حقه في الحته دي. وطبعا
طبعا سوشيال ميديا النادي الاهلي اللي وقفت في ظهره من اول هجوم عليه، فكره بقى ان انت ما اهتمتش بقى بمين هيقول عليك لجنه ومين هيتكلم عليك ومين هيتهمك في ذمتك، انت وقفت ورا اهلاوي زيك، وفي الاول او في الاخر ده انسان محترم ما بيغلطش في حد، ما بيشتمش في حد، ما بينكش في حد، حتى بعيدا عن اهلاوي او زملكاوي ما قبلتش عليه الشتيمه. وهتيجي تبص دلوقتي هتلاقي فيه كلام بيطلع اصلا ينفي كل الكلام اللي هم كانوا بيقولوه الفتره اللي فاتت. يعني هم قعدوا يكلموك ان انت بتصرف مليارات، طب طلع كمان ان انت بتصرف مليارات، واتقال ان ممدوح عباس صرف عليك اكتر من مليار. لكن الفرق ما بيني وما بينك ان انا عندي هامش الخطأ كبير شويه، لان مواردي كبيره، فلما بغلط بعرف اصلح. انت ادارتك مودياك ورا الشمس، بس انت مش قادر تطلع تهاجمها، مش قادر تطلع تقول ادارتي غلطت في 1 2 3، لا بتروح للنادي الاهلي الشماعه السهله بتاعتك اللي هي اللي هو اللي عمل وهو اللي سوى. يعني ده باختصار اللي حصل في اليومين دول. وفي الاخر انا يا جماعه بعد اذنكم، فكرة لجان ومش لجان ما تتهمش بني آدم اتهام انت ما عندكش دليل بيه. مش كل حد هيبقى ضدك في الرأي يبقى لجنة. انا مش هنصح سوشيال ميديا الزمالك لانها مش هتبطل القصة دي اصلا. مخترعين اللجان بيقولوا علينا احنا لجان. طيب ده كان الجزء الاولاني من الفيديو. الجزء الثاني بقى ورأيي في قصة حسين الشحات. حسين الشحات من اللعيبة المؤثرة جدا في الجيل ده، من اللعيبة اللي انا بحبها جدا، من اللعيبة اللي احنا عارفين ان هي اهلاوية جدا وضحت كتير للاهلي. كل الكلام ده انا على عيني وعلى راسي، بس انت في فترة صيانة، انت في فتره بتصلح. اللي انا سمعته ان مش هتكلم في ارقام، بس المبلغ اللي انا سمعته عن قصه الشحات ده يعني شايف ان هو مبلغ كويس بالنسبه لسنه وبالنسبه لادائه في اخر موسمين. والنادي الاهلي اصلا دلوقتي بيحاول ينزل بمعدل الاعمار ويعدل عقود اللعيبه اللي كان فيها مشاكل الفتره اللي فاتت. فانا سامحوني انا هبقى يعني نوعا ما مع قرار الاداره في الحته دي. لو هم شايفين ان حسين الشحات هيقدروا يوفروا له مبلغ اكبر من اللي معروض ده، تمام انا موافق جدد معاه من النهارده، لانه من اللعيبه اللي انا نفسي تعتزل جوه النادي الاهلي، ونفسي ان هي تكمل شويه كمان في النادي الاهلي. لكن لو مطالب حسين الشحات اعلى من سقف النادي الاهلي يبقى انت كده وصلت للنهايه. وده مش معناه ان احنا نكره الشحات او ما نحبوش او بالعكس، انا نفسي حسين الشحات او نفسي عموما النادي الاهلي يخرج لعيبته التقيله والناس اللي قضت معاه فتره طويله من غير مشاكل في حته التجديدات والحاجات دي، واللعيبه اللي احنا بنعتبرها اساطير الجيل لازم تخرج بشكل كويس شويه من النادي الاهلي. حتى لو انت مش هتقدر تجدد لها يا سيدي، ممكن تعمل لها احتفاليه بسيطه، ممكن تعمل مثلا حاجه جوه التتش بتذاكر للجمهور، دي هتخلي الجمهور يعمل له حفله وداعيه. يعني في افكار كتيره، بس يعني نفسي اللعيبه اللي تخرج من النادي الاهلي زي معلول، زي حسين الشحات، زي السوليه، نفسي اللعيبه دي يبقى ليها تكريم يعني يليق بيهم شويه، حتى تبقى مسج للعيبه اللي جايه ان انت زي ما انت هتدي للنادي الاهلي، النادي الاهلي هيكرمك وهيقدرك حتى وانت ماشي. الكلام ده بيفرق مع اللعيب جدا. بس فيعني ده رايي انا في الشحات. طبعا انا من الناس اللي بتحب الشحات جدا، ويعني الناس القريبه مني عارفه القصه دي، ونفسي يكمل موسم او 2 كمان في النادي الاهلي. بس لو الموضوع هيبقى فوق سقف الرواتب في النادي الاهلي ف يعني الموضوع هيبقى صعب جدا في تجديده. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب ما اكونش طولت عليكم. وفي اخر الفيديو زي ما انا اتعودت كده او بحاول اعود نفسي يعني ان هيبقى في ترشيح لقناه او بيج اهلاويه نقدر برضو تشوفوها لو عجبتكم. وللمعلومه عشان في ناس اتكلمت معايا في النقطه دي، انا مش برشح البيج ان هي كويسه او ان هي صح 100% او ارائها زي ارائنا، هي بتبقى حاجات مختلفه، اراء مختلفه، بس ممكن يبقى عجبني في فيديو عنده، ممكن يكون عجبني راي عنده، وطبيعي ان احنا نختلف في الاراء، وطبيعي ان كل واحد يبقى ليه طريقته وليه اسلوبه. وارد ان اللي يعجبك ما يعجبش غيرك، او اللي يعجبني ما يعجبكش، بس هي في الاول وفي الاخر بتبقى اذواق. المهم ترشيح النهارده هيبقى قناه باجيو من الشباب المجتهده جدا والشباب الشاطره جدا وبتحاول تعمل حاجه. ممكن يبقى الوقت مش معاه، ممكن يبقى الوقت صعب طبعا بالنسبه لشغله وحياته، بس هو شاب لسه صغير طالع بيعمل فيديوهات لذيذه حلوه، بيتكلم في مواضيع مختلفه شويه. فبرضه يعني تابعوه شجعوه. يعني لو شفت له فيديو، هو تقريبا منزل فيديو واحد لحد دلوقتي، يعني ربنا ينفخ في صورته. هسيب لكم لينك الفيسبوك واليوتيوب بتاعه برضه، خش كده لف عنده لفه برضه، شوف الدنيا عنده عامله ازاي.